يعني انا بعتقد انه هي بتفوز بابشع قصة قصيتها بحياتي، بس مبسوط بحالك، ما في شعر بالحياة. تقوم بترفعهم لورا وبتطلع من البيت، وبعدين بتبين محترم قد ما كنت ازعل، يعني قد ما توسخنت بالحياة تبقى هيك مبين كيوت ولذيذ. عم جرب لكم فوائد القصة بس يعني عشان تقبلوها معي. بعدين الخبر الحلو بهذا الموضوع كلياته انه بيكونوا طولوا من هون لموازين المغرب. بوعدكم اني ما حاطلع بهالشكل البشع اللي عندكم. حيكون كل شيء مرتب على قد. بعدين في غنية حصرية حتتغنى بس بالمغرب بموازين، ما بدي صورها هيك. الله ياخذه اللي نصحني، حقيقة لك هيك. بعرف. خلينا نتفق على شغله، حبه صار له شهرين بالوجه، امر مش يعني مش منطقي بس بصير، بس حبه على الاذن يعني ما يعني جديده كثير هي. يمكن عن جد لما انا رحت بخشت اذني وحطيت الحلقه الله عاقبني هلا وطلع لي حبه بدالها قد ما دعت علي امي. في شيء غلط عم بصير بحياتها، هي مش الطف فتره اخراس انت ما بتطلع فيه. شباب الحلاق حس انه اذني وانفي مو كبار كفايه، فحب يخليهم بس هن بوجهي وقص كل شيء باقي، ترك انفه اذان بس.